قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين محمد يزيد المساني أن هيئته مستعدة للمشاركة في الحوار والنقاش مع الحكومة الجديدة باعتبارها شريكا اقتصاديا، مؤكدا عزمه تقديم عديد المقترحات في هذا الإطار. وأضافت المساني على هامش الملتقى الأول للاتحاد أنه على الحكومة اعتماد مجالس استشارية تضم خبراء ومختصين من شأنها تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية الراهنة. ولم يفوت المساني الفرصة ليطالب الحكومة بتذليل العقبات أمام المقاولين والمستثمرين حتى يتمكنوا من أداء دورهم بالشكل المطلوب. سوف نقدم مقترحاتنا لأن المجالس الاستشارية التي نقترحها فهي نقترح أنها تتشكل من علماء وخبراء وذوي المعرفة وذوي التجربة، وتلكم الزبدة التي تقدم إلى الوزارة في كل قطاع حتى يساعدوا المسؤولين على ذلك القطاع بالنهوض بالاقتصاد الوطني. وعندنا مقاولين بزاف راهم خرجوا من النشاط تاع المقاولة بسبب الحقرة وبسبب التهميش. كاين عنصرين يمارس فيهما الاضطهاد ضد المقاولين، وهو كاين ضرائب وكاين تسديد الفواتير او المستحقات. هذه الجهات تعبت بزاف المقاولين.